الاستاذ نبيل زكي اللي وصل سنه 70 سنة والاخوان اعتدوا عليه امام جمعية الشبان المسلمين وهو قال كلمة حق، فجم يعتدوا عليه عشان كلمة حق امام دار القضاء والشبان المسلمين. هذا هو الرجل الذي اصر ان يأتي معي الى بلد الشرقية عشان يقول اهالي الشرقية ابطال اقوياء سيكونوا هم شعلة الثورة، انتم شعلة الثورة ان شاء الله. سلام يا جماعة، الناس ضربت على البيت. شباب الزقازيق يرحب بشباب البيت وعرب البيت. شباب الزقازيق تحية غالية للزقازيق، اهل البيت الشرقية 4 ميكروباصات جايين بعزاكم ومعاكم للصبح. أحيي كل مواطني الشرقية. أنتم الثوار الحقيقيون، أنتم قمة في الوطنية، أنتم شعلة الثورة، الثورة التي سرقوها الإخوان، خطفوها وسرقوها، والنتيجة أن الثوار في السجن بينما الإرهابيين والقتلة ضيوف دائمين في قصر الرئاسة. الإرهابيون والقتلة ضيوف دائمين في قصر الرئاسة. الإرهابيون والقتلة يعربدون في سيناء التي ضحى إخوانكم براحهم لتحريرها، يتركها الإخوان ليعربد فيها الإرهابيون ليقتلوا جنودنا وليخطفوا جنودنا. الحاكم يعرف من الذي قتل جنودنا ومن الذي خطف جنودنا، ومع ذلك يحميهم ويتصدر عليهم. الحاكم اعلن الحرب على الدستور والقانون والسلطه القضائيه، اعلن الحرب على المعارضه، على الاعلام الحر، على الصحافه المستقله، اعلن الحرب على مصالح المواطنين المعيشيه، اعلن الحرب حتى على الجنيه المصري. والان يتواطأ مع اسرائيل ومع امريكا، والسفيرة الامريكية هي التي تحكم مصر الان، وهي التي تقرر، والاخوان ينفذون اوامر السفيرة الامريكية. استقلالكم اللي ضحيتوا من اجله بيضيع، التراب الوطني بيضيع، حدودنا بتضيع. عايز يبيع الحدود لحركة حماس، وعايز يبيع حلايب وشلاتين، عايز يضحي الجنود اللي ماتوا. ما اللي وعد انه هيكشف عن القتلة لم يكشف. نحن نعرف وهو يعرف من هم القتلة، ومع ذلك يتصدر عليهم. الآن هذا الحكم يخون ليس فقط ثورة 25 يناير، وإنما يخون كل ما ناضل من أجل المصريون، من أجل الاستقلال، من أجل التراب الوطني، من أجل الأمن القومي. لا مكان الآن لهؤلاء الخونة الذين يبيعون البلد
ويريدون ارضاء الامريكان على حساب استقلال مصر وعلى حساب لقمة العيش وعلى حساب المصالح المعيشية للمواطنين. هذا النظام الحاكم. انتوا سمعتوا اللي حصل في ربع العدوية، عاملين العنوان نبذ العنف لا للعنف. ايه اللي حصل في ذلك الاجتماع في ربع العدوية؟ دعوا الى قتل المعارضين، هاجموا الجيش المصري واهالوه، هاجموا شيخ الازهر واهالوه، هاجموا كل شيء، هاجموا القضاة، هاجموا حتى وزارة الداخلية ورجال الامن. لم يتركوا مصريا الا وهاجموه. هم يريدون القضاء على الدولة المصرية، يريدون اعادة هذا البلد الى مجتمع البداوة، كأننا ما زلنا لم ندخل المدنية حتى الآن. يحاربون المرأة، يحاربون كل من يختلف معهم، ويريدون قتله وإبادته. هذا هو حكم الإخوان. ولكن موعدنا في 30 يونيو، موعدنا البداية هي 30 يونيو. ولا تتركوا الشوارع والميادين إلا بعد أن تحققوا مطالبكم بالكامل، وعلى رأسها عزل هذا الرئيس الذي ثبت من حكم المحكمة أنه وجماعته مجرد متواطئين مع قوى أجنبية تخابروا معها لكي تطلق سراحهم من السجون. قوى أجنبية اقتحمت الحدود وقتلت مساجين عاديين وهدمت السجون واطلقت سراح المسجلين خطر من اجل الافراج عنهم. الان هذا الرجل يجب ان يحاكم، هو الان مطلوب للنيابه لكي تحقق في جريمه هربه بالتواطؤ مع قوى اجنبيه. الموقف ايها الاصدقاء ايها المواطنون في ايديكم، في ايديكم. انتم الذين ستعيدون الى هذا البلد كرامته وهيبته، انتم الذين ستعيدون الى هذا البلد العلم المصري مرفوعا شامخا يتحدى كل الاعداء. ومن اجل ان تعود مصر الى ايديكم، ومن اجل ان تستعيدوا الثوره التي سرقوها منكم. وشكرا. شعب الشهيد الكريم، خبر هام اليوم بالفعل يهمني جدا ان انا اذيعه من بلدي، من الشرقيه، من بلد الابطال، بلد المخلصين لهذا الوطن. كنا تقدمنا بطلب عدد من القوى السياسيه، وتقدمت بهذا الطلب للمكتب الفني للنائب العام، لاننا لا نعترف بالله